السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. تعالوا النهاردة هنعمل صينية فراخ في الفرن، بس ولا يا ولا تحفة. بص، كل البهارات اللي فيها سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي تعقيدات، بس هتديكي طعم رهيب وهتديكي كده لحمة دايبة دوب. بصوا الجمال. انا بصوا كانت سخنة مش عارفة امسكها اصلا، بس كانت دايبة زي الزبدة، بصراحة كانت جميلة جدا. تابعوني وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا كل التكات اللي هنعملها. ولو ما اشتركتيش في قناتي اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا بينا نشوف الخطوات. اول حاجه احنا طبعا غسلنا الفراخ بتاعتنا كويس جدا بالملح والليمون. على فكره عايزه اقول لكم انا ما بحطش اصلا الفراخ بتاعتي في اي ميه، انا بحط ملح وليمون واسيبها شويه كده لحد ما تنزل كل الزفاره اللي فيها واشطفها شطفه كويسه، بتبقى زي الفل ما فيهاش اي زفاره. المهم غسلناها ونشفناها كويس وبدأنا بقى بالخلطة بتاعتنا، عبارة عن بصل وطماطم وفلفل ألوان وقرن فلفل أخضر حامي ده اختياري، معلقة مستردة، والبهارات بتاعتي هكتبها لكم في صندوق الوصف. وكمان حطيت معلقتين كبار من الخل، دي مهم جدا، الخل بيدي طعم وبيفتح الأنسجة حلوة قوي. وحطيت معلقة كبيرة من العسل، عسل ابيض. لو مش متاح عندك العسل ممكن البديل بتاعه السكر، هيديكي نفس النتيجه، مفيش اي مشكله خالص. وحطيت طبعا الملح بتاعي وفلفل اسمر، وضربت كل المكونات بتاعتي ديت لحد ما خليتها خليط ناعم جدا كده زي البوريه. ضربتها كويس جدا وبدأت بقى ايه نعمل مساج كده للفراخ بتاعتنا. عايزه اقول لكم جربوها بجد، وصفه تحفه وما خدتش مني على فكره وقت نهائي خالص. يعني كانت تحفه، والريحه والطعم كانت قلب الدنيا. بس اعملوها في وقت غير نهار رمضان علشان خاطر مش هتقدروا تقاوموها. انا بدات كده ان انا هدلك الفراخ بتاعتي وهحاول بقى ايه الفتحات اللي احنا عملناها في الفراخ نبتدي ندخل الخليط بتاعنا كده جواها علشان تتشرب كلها. بصوا الخلطه دي بالوصفه، يعني انتوا يفضل لو عملتوها قبلها بيوم تبقى حلوه قوي، لان الخلطه دي كل ما هتقعد في الفراخ، كل ما هتقعد في التتبيله كل ما هتاخد طعمها وهتبقى حلوه. فتغيبوها على قد ما تقدروا، لو الوقت مش متاح يبقوا قبلها على الاقل كده قبل ما تسووها ب4 ساعات. انا هنا بعد ما تبلتها فتره وحطيتها في التلاجة، جيت بعد كده عملت لها صدمه بس في الاول كده في طاسه على النار. اخدت الجريل بتاعي وحطيته سخنته كويس جدا، معلقه سمنه او زبده او زيت المتاح معاكي. وهتبتدي كده ايه تحطي الفراخ بتاعتك بس ان هي تاخد صدمه، احنا مش هنسويها، هنديها بس صدمه على النار لدقايق. وبعد كده هنبتدي نحطها في صينيه وهنرصها في الصينيه. انا الصينيه قطعت بس تحتيها كده طرنشات بصل وطماطم، وبعد كده بدات ارص الفراخ بتاعتي عليها. بص بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده، انا هديها صدمه من هنا الوش ده والوش ده زي ما انتوا شايفين كده، بس ايه النسيج يبتدي يعني ما ياخدش لون جامد، بس يبتدي يمسك معاه شويه. الخطوه دي مهمه حلوه قوي، مش هتخليها كمان تغيب معاكي في الفرن لان احنا هنسويها في الفرن على طول، فمش هتقعد معاكي وقت كتير. بعد كده حطيناها في الصينيه زي ما قلت لكم، وهنبتدي نحط عليها ورق زبدة من على الوش، وبعد كده هنقفلها بورق ألمونيا وهندخلها الفرن. انا دخلتها الفرن قعدت بالظبط كده 40 دقيقة، كانت زي الزبدة ما خدتش وقت وكانت حلوة قوي قوي قوي. اتمنى تجربوها واتمنى الوصفة تعجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.